تحية طيبة مشاهدي الكرام. أليس من حق علماء المسلمين في العالم الإسلامي أجمع أن يستنفروا الشارع الإسلامي لمواجهة الغزو الشيعي لسوريا؟ يصيح ناشط إسلامي: ألا يتدفق آلاف الشبيحة من شيعة لبنان والعراق وإيران واليمن على المناطق السورية لمساعدة النظام على أساس طائفي مفضوح؟ ألم يرفع إرهابيو حزب الله الأعلام الشيعية فوق المساجد السنية في القصير وغيرها في تحد سافر لأكثر من 20 مليون سوري سني؟ يتساءل آخر: لماذا تعتبر إيران وأزلامها مؤتمرات دعم الشعب السوري تحريضا طائفيا، بينما بلطجيتها يذبحون الشعب السوري على الهوية الدينية؟ لماذا لا ينتشر القتل والدمار إلا في المناطق السنية في سوريا، بينما تنعم المناطق المتحالفة مع النظام على أساس طائفي والهدوء؟ يتساءل ضيفنا: هل وجد أعداء الأمة أفضل من حسن نصر الله وشركاه لدق إسفين في قلب العالم الإسلامي؟ إلى متى يتاجرون بثارات الحسين لأغراض توسعية حقيرة؟ يضيف آخر: لكن في المقابل ألا يقاتل آلاف المجاهدين في سوريا النظام على أساس مذهبي مفضوح؟ ألم يقل السيد حسن نصر الله إنه آخر المتدخلين في سوريا؟ أليس من حق شيعة المنطقة أن يخشوا على أنفسهم عندما يرون الشيشانية والتونسية والمصرية والخليجية والقرغيزية والباكستانية والأوروبية يجاهد في سوريا على أساس طائفي؟ لماذا حلال على الثوار السوريين أن يستنجدوا بالمسلمين من كل أنحاء العالم لمقاتلة النظام، بينما حرام على النظام أن يستنجد بحلفائه في المنطقة لمواجهة المؤامرة الكونية؟ ثم أليس النظام السوري أسعد الناس بتحويل الثورة إلى صراع مذهبي كي يجهضها؟ ألم يقع مشايخ السنة في شرك إيران والنظام؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على رئيس المكتب الإعلامي العراقي في بيروت السيد عباس الموسوي، وعلى المعارض السوري السيد حبيب صالح. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة: من المسؤول عن تحويل الثورة السورية إلى صراع شيعي سني؟ صوت على صفحة الاتجاه المعاكس 78,458 شخصا. 95.10 النظام السوري وحلفائه، 4.9 الجهاديون. لو بدأت معك أخ حبيب صالح بهذه النتيجة، ماذا تقرأ في هذه النتيجة؟ يعني هل يعقل أن الغالبية العظمى الشارع العربي والإسلامي يحمل النظام السوري والحلف الشيعي إذا صح التعبير تحويل الثورة السورية إلى صراع مذهبي قاتل في المنطقة لتخريبها وإجهاضها؟ ما دام الاستفتاء قد جاء كذلك وجاءت الأرقام كذلك، فهذه حقيقة واقعة تكرست ويجب أن تنعكس سياسيا وتنعكس على جميع المسارات هذا الصراع. الشعب يقول ذلك والأغلبية تقول ذلك ولا نقاش في ذلك. طيب. انتهى الأمر. ثانيا، يجب في مقدمة مختزلة أن أعود بكم إلى نشأة وتاريخ هذا الحزب، حزب الله. هذا الحزب الذي نشأ عام 82 وقام بعد نشأته مباشرة بطرد الفلسطينيين من حدود فلسطين حيث كانوا يقاومون، وحيث أن الوجود المشروع على حدود فلسطين هو مشروع فلسطيني، والشرعية للفلسطيني الذي فقد وطنه. فقام حزب الله بطرد الفلسطينيين من هناك، ثم بعد ذلك طردوا من كل لبنان وكل الأردن وتذكرون حلول الأسد وغيره. ثم ثانيا هو أقدم على مسألة من أخطر المسائل عندما تخلى عن شركائه في الحركة الوطنية اللبنانية، ومنع على السياسيين واليساريين والقوميين من أن يقاتلوا ضد إسرائيل في إطار المشروع القومي العربي الواسع الذي هو في أساسه مشروع عربي. ولكن لأن آية الله نصر الله ونصر الله
يشكل قائدا للفرقة الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني، فهو بذلك لن يعتبر العرب شركاء له، ولن يعتبر اليسار الفلسطيني ولا المناضلين الفلسطينيين ولا اللبنانيين شركاء له، فأقصاهم أيضا. طيب. إذا أقصى الفلسطينيين وأقصى اللبنانيين. طيب. إذا كيف يكون مشروعا تحرريا؟ الجواب هو أن حزب الله هو جزء من مشروع فارسي امبراطوري جاء يتصارع مع مشروع احتلال صهيوني آخر، وكل ما جرى من عمليات كر وفر وحروب بينهما إنما جاءت في إطار الصراع على المنطقة، وليس في إطار تحرري أو نصرة للشعب الفلسطيني أو نصرة للإسلام أو نصرة للعدالة. طيب خلينا يجب أن نعرف من هو حزب الله أولا. طيب ماشي، خلينا نأصل الموضوع بس مشان ندخل فيه. نعم. إذا ماذا تريد أن تقول الآن؟ أن ما يجري في المنطقة، نعم. يعني ماذا يجري في المنطقة؟ حرب طائفية، حرب مذهبية يقودها حزب الله؟ أنا أقول أنه مشروع صفوي إيراني يريد تشييع المنطقة، تشييع المنطقة، وبالتالي استعادة كل سلبيات وإشكاليات التاريخ من مقتل الحسين الذي ادعوا أنه شيعي، وهو توفي سنة 61 للهجرة، بينما جاء الصفويون الشيعة إلى حكم إيران بعد ذلك بقرنين، فلا علاقة لهم بالحسين. والحسين ما دام حفيد رسول الله وهو بالتالي ومحمد رسول الله هو أبو السنة، فإذا الحسين سني ولا علاقة للشيعة به، وعلينا أن نصحح هذه المقولة التاريخية. ثانيا لحظة، ليش قلبت الدنيا من رفعت راية الحسين على مسجد بالاقصى؟ بس ما قلنا بدون مقاطعة. جيد، بدي أعطيك بس. ثانيا لا يحتفل الشيعة ولا يحيون مقتل علي لأن قاتله شيعي، وبالتالي يوجه اللوم إليهم وسوف يحاسبون. أما تثار قضية مقتل الحسين لأن قاتله أموي، قاتله أموي، وبتلك تصبح فتنة التاريخ. الآن يستحضرون الفتنة ويمارسونها في سوريا. الآن يمارسونها في سوريا لتقوم كل الطوائف للأقليات منها العلوية أولا في تحالف مع حزب الله وتحالف مع إيران وتحالف مع النظام لقتل السنة حصرا. ما جرى في بانياس البارحة نفذه طائفة من العلويين، وما ينفذ الآن في القصير وما نفذ في دير الزور وما ينفذ في حلب اليوم هي تنفيذ ذلك الفرقة الأجنبية من الحرس الثوري الإيراني الصفوي الذي تريد أن تقيم مشروعا في مقابل المشروع الصهيوني. جميل، لا أكثر ولا أقل. إذن يستخدمون المسألة ليست شيعة ولا آل البيت ولا لها علاقة بالإسلام ولا بالعدالة. وصل الوقت. إذن يستخدمون نعم. الفتنة في سوريا لتحقيق على أساس مذهبي شيعي مفضوح ومتاهات التاريخ الفتن والإشكال ويزورون الإسلام وتاريخه. تفضل دورك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الثارات بعد حرب تموز، وذكرناها دائما، المشروع الصهيوني عندما هزم في لبنان في حرب تموز تحول العداء من العدو الصهيوني إلى الشيعة، وهاي الأبواق وهاي الأجندات واضحة. مثال بسيط على هذا الموضوع، أول أحداث درعا، عندما بدأت الأحداث في درعا بدأوا بحرق أعلام حزب الله في درعا، واشتغلت الأبواق والأجندات علينا على هذا المشروع. يا إخوان المشروع أكبر من هذه العقول المدفوعة الثمن. علل تخلينا كمل. ما قاطعتك. تفضل. علل، لا تقول بس بدون مقاطعة سيد. اتفقنا بدون مقاطعة. تفضل. التعويم مرفوض. تفضل. علل. ما قاطعتك. تفضل. فلذلك عندما اجتمع علماء الناتو في مصر وهاجموا المسلمين الشيعة، هذا هو المشروع الموجود الآن. يجب أن يتحول العداء إلى عداء شيعي سني. يعني حتى الاستفتاء الخاطئ الذي ذكر على الجزيرة اليوم واضطررتم إلى تغييره لأنه غير صحيح، هل السبب الفتنة الشيعة أم السنة؟ بعد الظهر تغيرتوا، صباحا أخذتوا أصوات
طائفية وبعدها انتقل إلى موضوع سياسي. ما تغير الموضوع نفسه. لا نفسه تغير. لا. نفسه الشيعة مقابل سنة. لا إيران مقابل الجهاديين يا حبيبي، نفس الشيء. يا حبيبي الجهاديين ما يمثلون السنة، الجهاديين خارجين عن الفكر التكفير، هؤلاء خارجين عن السلفية. طيب. الفكر السلفي يحارب. ادخل لي بالموضوع، ادخل لي بالموضوع. ادخل لك بالموضوع. ايه؟ الاجتماع الذي حصل، أعود إلى نقطة مهمة ركزت عليها كثيرا، هي موضوع الجامع في القصير. هذا الكذب الإعلامي رجع عليه. الجامع رفع راية الحسين على جامع شيعي في مدينة وليش لا يرفعوا؟ القصير. وليش لا يرفعوا؟ الحسين للسنة وللشيعة. ومين كان حميهم للي رفعوه؟ مش إرهاب، مش بلطجية حزب الله؟ لا حزب الله ليس بل حزب الله سيكون بأي مكان موجود فيه الصهيوني. أنا أقول لك إذا صهيوني بكرة اجى للعراق. إذا سوريا كلها صهيونية لكان ما شاء الله. المشروع الصهيوني كل سوريا عندما يفرح ويصرح العدو الصهيوني أنه مع تسليح المعارضة السورية، بالتأكيد حزب الله. خلينا أقول لك ملاحظة مهمة جدا. نحن مع الشعب السوري ومع مطالب الشعب السوري المحقة، وأغلب المطالب حققت، ولكن عندما بدأ المشروع الصهيوني والإدارة الصهيونية تبارك لجبهة النصرة وتدعم جبهة النصرة، أنا أقول خليك بس دقيقة واحدة، بدي النقطة مهمة جدا. طيب اليوم انتهت قمة الثماني، صح ولا لا؟ قمة الثماني الكبار لم تشر بكلمة واحدة إلى إرهاب حزب الله أو إلى حزب الله أو إلى الحرس الثوري. حزب الله ليس إرهاب يا أخي دقيقة، ماشي اللي بدك إياه، بس أنا عم بسألك. لم تشر قمة الثماني لا القوات الإيرانية ولا القوات العراقية ولا حزب الله في سوريا، فقط كان تركيزها على التكفيريين والقاعدين في سوريا. يعني استثنوا حزب الله تماما. من جهة بتقول لي إنه مؤامرة كونية، وكل القوى لم تتحدث عن حزب الله. لولا مباركة إسرائيل وأمريكا والغرب لما دخل حزب الله إلى سوريا. حزب الله يقاتل الآن مع أمريكا ضد التكفيريين. كذبة كبيرة، حاجتكم تضحكوا على الناس يا زلمي. كيف ترد؟ يعني هاي جبهة النصرة بهذا القتل وبهذا الدعم الخليجي وبهذا بس هي على قائمة الإرهاب الأمريكية. حزب الله مش على قائمة الإرهاب. حزب الله لم يقتل المدنيين، هم يعرفون جيدا التكفيريين في سوريا هم من قتل، التكفيريين هم من قطع الرؤوس. يعني تعلمون جيدا. طيب. تعلمون بس خليك بالموضوع بس مشان ما تروح كثير. ما اروح كثير، لا بحاجه، لان ذاكرتكم وذاكره المشاهد تنسى. باختصار. من قتل آلاف، من اكل القلب. هذا منو؟ اللي خرج قلب الانسان واكله. هذا الشافي العجمي الكويتي اللي طلع بالاعلام ويقول اتركوا لي 10 انحرهم. حبيبي هذا هو بس خليك بالموضوع. بالموضوع. يقول لك خليك مشان ما نروح كثير. كيف ترد على كلام الاستاذ حبيب صالح عندما يقول باختصار، عندما يقول لك الآن إيران وأذنابها في المنطقة من حزب الله، من قطعان الشبيحة العراقيين، كهيك يقولون، من الحوثيين، كل هؤلاء مشروع مذهبي. اتفقوا مع النظام السوري لتحويل الثورة السورية إلى مذهبي. النظام حول الثورة باتجاه الطائفة منذ اليوم الأول على لسان رئيس الجمهورية. قل لي هذا كلام كيف ترد عليه؟ أنا أرد عليه. وبالتالي من حق علماء الأمة أن يجتمعوا في القاهرة ويجتمعوا في فلسطين ويجتمعوا كذا، لأنه هناك غزو شيعي مفضوح للمنطقة. هيك بيقولوا، أنا ما لي علاقة، رد عليهم. لا خلاص، تفضل. ما لك علاقة. تفضل. عندما يأتي 80 جنسية من مختلف بلدان العالم، الآن الإحصائية موجودة عندي بالأسماء، أسماء القتلى التونسيين. طيب. حوالي 5000 سعودي مفقود ما زال في سوريا. الآن العدد الموجود في سوريا يقارب 30,000 عربي. جميل. عربي من الشيشان ومن كل بلاد الدنيا. جاءوا بهذا النفس الطائفي. قبل أن يدخل حزب الله وقبل أن أنا ذكرت، وقال السيد حسن نصر الله أنا آخر المتدخلين. بالتأكيد هو آخر من دخل إلى سوريا هو حزب الله، لأنه شعر أن هنالك مشروع إسرائيلي يجب أن يجعل منطقة آمنة على الحدود بين القصير وبين المناطق عرسال لتتحول إلى نقطة. وقف لي سيدي. كيف ترد؟ الرجل لا يتحدث بالهواء. دخل لي برد عليه مباشرة. ضعوا حقائق الرجل. أنا أرد أنه لو لم تكن هناك ألوية عراقية وألوية لبنانية تابعة لحزب الله وبالتالي تابعة لآية الله، لو لم يكن هناك عشرات آلاف الجهاديين العراقيين كما يسمونهم من أبو الفضل العباس وغيره، دخلوا إلى سوريا وقاتلوا تحت شعار لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين لبيك يا حسين. ثم أنهم يتهمون الثورة السورية ذات المشروع الديمقراطي، ذات مشروع إسقاط الاستبداد والخلاص من الطغيان والخلاص من قوانين الطوارئ وغيرها. إذن نحن نخوض صراعا سياسيا، جاءوا هم يضفون عليه صراعا طائفيا في حملة لبيك يا حسين وأبو الفضل العباس وغيره. أنا أسأله وأسأل الجميع، ما علاقة أبو الفضل العباس والشيعة وإخواننا الشيعة في العراق، وهم الذين استحضروا الدبابات الأمريكية ضد صدام حسين، وهم الذين احتلهم الأمريكيون بأوامر منهم، سواء من مالكهم أو من الآخر. كل القوى العراقية التي استحضرت الأمريكيين كلها كانت قوى شيعية، ومن قاتلها أهل الأنبار السنة، من وقفوا ضد المشروع الأمريكي وضد غزو العراق وتدمير العراق ونهب ثرواته ونهب من هم الشيعة. من وقف ضد ذلك أهل الأنبار أهل السنة. وبالتالي من هو صاحب المشروع الأمريكي في المنطقة وجاء بالأمريكيين وجاء بالاحتلال الأمريكي هم الشيعة، ولا خلاف في ذلك. المشروع الآن سوريا الآن هذا الحلقة الثانية من المشروع الأمريكي عفوا الفارسي، حيث دخل حزب الله قافزا فوق الشرعية اللبنانية وفوق اتفاق الطائف وفوق البرلمان اللبناني الذي له 12 عضوا فيه وهو جزء من اللعبة اللبنانية، فقفز فوق الشرعية اللبنانية ولم يطلب اجتماعا ولم يدعو إلى اجتماع لمناقشة القضية السورية، بل اتخذ قرارا مباشرا لأنه تلقى التعليمات من قوم على أساس طائفي. طيب. أن لحظة هم سنة لأنهم هم سنة، يعني يقاتل السنة حزب الله والشيعة يقاتلون السنة في سوريا. ائتلف الشيعة والعلويون وغيرهم وأبو العباس وشيعة العراق كلهم نقطة بدي اروح للرجل في مشروع واحد تصمت عليه الولايات المتحدة حتى الآن. أين البوارج الأمريكية ضد تدخل حزب الله؟ أين إسرائيل تقوم بضرب قوات حزب الله المنتشرة وهذه فرصتها؟ لماذا لم تقم؟ لماذا ما دامت الفرصة قد أتتها لماذا لا تدخل إلى الضاحية وليس فيها أحد؟ كل من سيدافع عنها ليسوا فيها الآن، هم في سوريا. لماذا لم تقم إسرائيل بذلك؟ ولماذا لم تتقدم؟ هذه فرصتها الحقيقية. هناك مشروع لعبة الأمم الذي جاء حزب الله ينفذ جزءا منها مع إيران، وهذا الصمت الأوروبي وهذا الصمت الغربي. لذلك اليوم كان البيان الغربي يتحدث عن النصرة ولم يتحدث عن إرهاب حزب الله. والله لو جايب ضيف واحد أستاذ فيصل لم يطالب حزب الله بالانسحاب. لم يطالب أحدا بالانسحاب، قوات الغزو بالانسحاب، بل جاء ليدين النصرة. بس الوقت يدهم. ضيف واحد خليه ضيف واحد ما يصير يا أخي أنا عم بسمع. كمل تفضل لك الدور. أول شيء تدخل جبهة النصرة هذه ب 2011 قبل أن يتدخل حزب الله أو يتدخل أي طرف من الأطراف. لذلك عندما تدخل آخر المتدخلين حزب الله عندما بدأ أول شيء ترى مخجل من علباني يتكلم بالطائفية. هذا مخجل. بس مش سني الرجل، دير بالك، يعني مشان ما تفكر زي علوي. هو علوي مرفوض من جبهة النصرة، ما معترفه به. يعتبروه كافي. يعتبروه كافي. ماشي. لا تفتي. انا هاي فتاواهم. هاي مش هذا موضوعي. هذا فتاواهم يعتبروك كافر انت. بس اسمع لك عدد. لا تفتي من يحبني ومن يكرهني. لا تفتي. لا يردون يكملون الصورة. كمل حتى يقولون المعارضة حبيبي دخلوا لما بدأوا جبهة النصرة وغيرها بنبش قبر الصحابي حجر بن عدي. هذا الموضوع اللي صمتوا عنه وما تكلمتوا. عندما بدأوا بتهديم قبور الأنبياء في حلب، هذا الصمت اللي ما تكلمتوا عليه. أعود إلى نقطة، هاي جريدة الشرق الأوسط تذكر لك دخول 30,000
من الشيشانيين. إضافة إلى نقطة أستاذ فيصل، يعني الآن عندما نسأل عن تدخل دول الخليج في البحرين تقولون هنالك اتفاقية أمنية بين دول الخليج. جميل جميل. إيران عندها اتفاقية دفاع مشترك مع سوريا، جميل. فلذلك من حقها أن تتدخل ضمن هذه الاتفاقية. لذلك دعونا خلينا نكون منصفين. جميل. الحرب الآن الموجودة في سوريا لا هي حرب ضد الشيعة ولا يجب أن نروج، ولا هي حرب ضد السنة. خليك وقف شوية، ليست حرب ضد السنة. لا 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 لا، جاوبني على هالكلمة هذه. هل تدخلوا عندما كانت الحرب ضد إسرائيل؟ لم يتدخلوا، تدخلوا فقط عندما أصبحت الحرب ضد السنة. ثم ثانيا كيف لا باختصار راح أقول لك لما قالوا أن في القصير بعض العائلات الشيعية، هؤلاء مواطنون سوريون بهويات ومولد سوري. الخلاف في المذهب. إذا كان هذا سيصبح مبررا، فبالتالي ستدخل تركيا لاحتلال منطقة التركمان على أساس أنه وستدخل أرمينيا لحماية الأرمن. كيف يذبحون السنة في سوريا؟ أنا قلت لك في بانياس بلدي دخلت 4 قرى، 4 قرى هي تعنيتا وهي العصيبي وهي الزوبي وهي القرية الرابعة التي لا أذكر اسمها. دخلوا إلى بانياس برئاسة شعوبي حقير علوي شعوبي تركي اسمه معراج أورال أو علي كيالي. دخلوا إلى بانياس وقتلوا 386 وسحلوهم وحرقوهم من السنة، ولا يقتل إلا سني. قل لي من الذي يقتل إلا سني؟ 200,000. قل لي يحدثني عن حجير بن عدي يعيدني 6 قرون. لبس خبره ما لك علاقة. أنت لبس خبره، أنت تدافع عن جبهة النصرة. لا لحظة هذا الكلام هذا ما مقبولة. بس ما بدي أعطيك إياه، ما تعطيني وقت. أنت تعطيني دقيقتين وترجع لمسجل يشتغل. كيف أقليات؟ يقتل أحياؤنا، تدمر مدننا، تقتل. كافي. هذا سامعين. السنية لم يقتل علوي واحد وأنا أعرف كل حلقة بالاتجاه المعاكسين على نفس الكلام هذا. حتى هذه اللحظة لم يقتل علوي واحد ولا مسيحي واحد. كلهم من 200 هجروا ولم يقتلوا. من بقي في حمص؟ العلويين فقط. هجر السنة وقتل السنة وأبعد السنة. يعني الأقليات تقتل؟ نعم الأقليات. أنا قلت لك حديث بانياس، وقلت لك حديث الملح، قلت لك حوادث حمص وتهجيرة، قلت لك من كل القرى. أنا أقول لك أن واحد من رموز المعارضة يسمى توفيق جاء بأموال من رفعة الأسد وقال له هذه 100,000 يورو شهريا إذا كنتم تشكلون حاجزا بين القرى العلوية الموجودة في حماة وتقومون بحمايتها. دفعوا لهم أموال حتى تبقى القرى العلوية متفقين على هذا. بس أنا بدي أسألك. لا يا أخي أنتم متفقين على هذا السيناريو بيناتكم، متفقين عليه. ما معقولة مسجل واشتغل. تفضل شو أتفضل دقيقة يا أخي، بدي أسألك مثل ما سألته. وين سألت؟ طيب عندما يا أخي دقيقة لا تصيح، دقيقة شوية. البعض يقول في واقع الأمر، إلى متى تستغلون ثارات الحسين لأهداف توسعية حقيرة كما يقول البعض؟ أول شيء بس دقيقة يا أخي، كمل خلاص كافي. طيب عم بقول لك أحد الشباب يا أخي إذا قاتل الحسين موجود في سوريا اتصلوا بالمخابرات السورية بيجيبوه بيلعنوا اللي خلفوا لقاتل الحسين. بقاتل الحسين صار لكم 400 سنة. هل لك سوريا تنهب على هذا الأساس؟ هيك عم بقول لك، رد عليه. مين يقول حتى أعرف مين أنت ولا هو؟ هو بقول لك. أنت عم بتقول كلام ولا الحسين خلاص الحسين ليس لكم. الحسين بعد 1400 خلاص. مو دورك. ما تسكت. ما تسكت. تفضل عباس. سيد عباس تفضل. الحسين أشرف من أن وأكبر من أن مجموعة صغيرة حجمه. الحسين ابن رسول الله. الحسين لذلك هو رمز للثورة ورمز للدفاع. لذلك المخجل عندما برامج تلفزيونية وتنقلب الدنيا أنه رفعت راية الحسين على مسجد من مساجد المسلمين وليس على دير من ديار. لا تقاطعني، ما أسمح لك. بدون ما تقاطع. لذلك المعركة هي يا أخي هي معركة تحول البعض إلى أدوات لمشروع صهيوني. البعض كان قبل، أنا قرأت مقالة لأحد الأشخاص قبل 2005 يقول قومي عربي معروض للبيع. الآن اجى الدور واشتروهم. بس مقالك. فاجى الآن الدور لشراء بعض الأشخاص وتحويل. يعني مخجل علماني يتكلم بالطائلات، قاطعني، علماني يتكلم بالطائفية، علماني يتكلم عن لا بشرفك أن تذكر
أين هي عناصر المشروع الصهيوني في الثورة السورية؟ بشرفك أنا أذكر لك. أن تقولها أنا أذكر بتحديد أنا أذكر وليس بالادعاء. أنا قلت توثيقا أرجوك أرجوك. أنا ضابط مخابرات. أنا أقول لك التحويل خلينا أقول لك تحويل حبيبي. لا مو مدير رئيس وزراء المملكة أنا. لا مو مدير رئيس وزراء المملكة أنا. يشرفني بس أنا مو مدير حبيبي. تحويل العداء نعم بهذه الطريقة، وإسرائيل فرحانة تبارك تسليح الجيش الحر وتبارك قتلنا بسوريا وبالعراق وبالشيشان وبورما. يعني احنا فرحانين. الأول البارحة يطلع مرسي عنده مشكلة داخلية يطلع يسيء 250 مليون شيعي يقول عليهم أنجاس. احنا فرحانين عندما يطلع لنا العرعور والبربور. طيب لماذا عندما يتحدث البعض حديثا تسموه طائفي؟ طيب بدي اسالك، البعض يقول ان اسرائيل وامريكا لم تجد افضل من حزب الله كي تدق اسفينا عميقا في قلب العالم الاسلامي. من الذي يضرب العالم الاسلامي ببعضه الان غير تدخل حزب الله والحرس الثوري وقطعان الميليشيات العراقيه؟ يا عم انت هذا هو السؤال. اسالك لك انت سؤال. اذا انت امام مشروعين، مشروع إيراني بديمقراطية جميلة، أنا ما أريد أدافع عن إيران، جميل. ولكن هذا المحيط الإيران كله ديمقراطية ما شاء الله وربيع إحنا بخير. وبين مشروع صهيوني بالتأكيد أنا أختار مشروع إيراني يدعم للمقاومة. أنا مع هذا المشروع وليس مع المشروع الصهيوني اللي يثير للطائفية، ليس مع المشروع. بس دقيقة نص دقيقة حبيبي. بعد الحرب العالمية بدأت مشاكل الحروب الصليبية. كانت هنالك الكنيسة تسيطر على كل واقع الدنيا. دخل الموضوع، دخلت الحروب الصليبية، دخلت حروب الطوائف، تحولت الآن أوروبا إذا تذكر لهم المسيحية يبصقون على الشخص. المشروع الماسوني الآن لتدمير الإسلام وتشويه المسلمين بهذه الطريقة. عندما تذكر مسلم يقول لك أكلت قلوب. عندما بس دقيقة لا هذا الموضوع طيب لماذا حلال؟ برجع على الموضوع هذا. انتم عم بتصوروا انه هناك حلف شيعي، هلال شيعي يمتد من الحوثيين في اليمن عبر العراق، سوريا، لبنان، يعني تهولون للموضوع، صح ولا لا؟ نعم. طيب لماذا لا تتحدثون كما قال الأستاذ عباس قبل قليل؟ طيب هناك شيشانيون في سوريا، هناك تونسيون في سوريا، هناك مصريون في سوريا. دقيقة. طيب ليش حلال عليكم تستنجدوا بكل المسلمين والجهاديين؟ الجهاديين كيف عم بيقاتلوا بسوريا؟ مش على اساس طائفي ضد الشيعة ولا لا؟ لا اجاوبك باختصار. كل هذه المقاربات خاطئة بالاساس، لان من هو جهادي او غير جهادي يقاتل في سوريا هو ابن سوريا وليس ابن العراق، ولم يأتي غازيا جاء محررا. هو يقاتل الاستبداد. بل من جاء من إيران وجاء من العراق جاء لنصرة الاستبداد ونصرة صواريخ سكود ونصرة الدبابات والرقص على جثث شهدائنا. كل شيعي يأتي إلى سوريا يتجنر باسم الحسين ويدخل المجازر ويقتل بالسكاكين، ثم يقول لك أنه لا يقتل ولا يحب الدماء. إن الحسين يطحن بدمائنا. نحن نستشهد كما استشهد الحسين. يلا استشهد. روح سوريا استشهد. كما انتقم اليهود، كما انتقم اليهود وكما انتقم الألمان من اليهود وكما وإلى آخره. يا أخي بس هذا نظام علماني بسوريا. النقطة الأخيرة كيف يمكن أن تكون غازيا في سوريا ولا تبرر للإسرائيليين أنك على قاعدة العبرانيين والغزوات الصهيونية التي دخلت إلى فلسطين هي التي تبرر قيام إسرائيل، وأنت تدخل إلى سوريا محتلا؟ ماذا يفرق احتلالك عن احتلال إسرائيل؟ لماذا لم تقم احتلال حزب الله وإيران وأبو الفضل لماذا لم خليه يرتاح. طيب ماي. لا مش عايز. بدي اشرب ماي. روى اعصابك. لماذا لم تقيموا تحالفا للمقاومة في الجولان؟ لماذا لم تتوجه أسلحتكم إلى اليهود؟ لماذا لم يذهب هؤلاء الأشرطة الحسين إلى قتل اليهود؟ هل قتل يهودي في 40 عاما ماضية؟ ما دمتم تقولون أن إسرائيل تبارك، إذا تصدوا لها، اذهبوا لها، قوموا تحالفا فلتذهب. لماذا لم تنشأ كتائب أبو الفضل العباس خلال الصراع العربي الإسرائيلي عبر 50 سنة؟ لماذا لم يكن أخي مقاومة عمرها كبر؟ حرب تموز وين كنت أنت؟ تحالفا حرب تموز وين كنت؟ في الجولان. لا أستاذ فيصل بس تحالفا مقاومة. أنا تحالف ضد القصير، بس دقيقة. تحالف ضد حلب. طيب هل أنتم مسلمون
بس دقيقة، هل أنتم أتباع الحسين؟ هل لكم علاقة بالحسين وتقتلون أهل الحسين وأبا الحسين وأخو الحسين؟ أنتم الذين هذا خطاب شنو؟ حبيبي أنتم الذين اخترتم الحسين لتضيفوا شرعية الإسلامية. لا احنا ما نحتاج شرعية ولا لقتل السنة ولا مشروع. سيد عباس بس مشان ننظم الموضوع. لا ما هذه أنتم تفعلونه اليوم. يقول لك الآن إنه المزارات الشيعية والمزارات الشيعية، أنت تعلم أن السيدة زينب هذا المزار العظيم موجود في سوريا منذ أكثر من 1000 سنة. مرة حكم سوريا أنت تعلم الأيوبيين والمماليك والعثمانيين، لم تتعرض المزارات الشيعية في يوم من الأيام لأي أذى. صحيح. الآن المزارات الشيعية في خطر لأنه حسن نصر الله وضعها على كف عفريت. الأمر الآخر أبو فضل العباس، أبو فضل العباس، طيب أنتم الآن تأتون بهذه الحشود وبهذه الفيالق للدفاع عن المزارات وكذا. طيب بعض الأسئلة وصلتني، أين كان أبو الفضل العباس والفيالق الشيعية عندما كان الجنود الأمريكان يبولون على المزارات الشيعية في العراق؟ على المزارات الشيعية ما بالوا 30. كيف ترد عليهم؟ لا أول شيء الأمريكان كلوا الذل بالعراق من السنة، من السنة والشيعة. هذا عيب، كلام مخجل. أن من السنة والشيعة كتاب حزب الله والعصائب وغيرها من المقاومة الحقيقية. يا رجل السيستاني أفتى بعدم مقاومة الأمريكان، هذه حقيقة للتاريخ يا زلمة. يا فيصل يا زلمة يا سلمة. بس دقيقة، مش إلك ضريح العسكري اللي انت تدافع عنهم دمروا. تفضل حبيبي الان احنا الخوف في سوريا وفي العراق ليس من السوريين وليس من ابناء العراق. ابن المنطقه تعايش مع السيده زينب وتعايش مع الحسين ومع العسكريين. المشكله في هؤلاء التكفيريين الذين جاءوا وهدفهم، تتذكر طالبان لو نسيتوا؟ جميل. طالبان على الحجر، هذول الفكر السلفي المتحجر عنده عقده ومشكله مع اي بنايه، مع أي تطور، مع أي علم، مع أي إنسان عاقل. هو يقتل الإنسان ويقتل الحجر. لذلك عندما بدأت الأحداث في سوريا الخوف، هذا الخوف لأن تهديم السيدة زينب، الخوف يكون فتنة أكبر من الواقع. لأن ما حصل في سامراء عندما قام المجرم التونسي بتفجير هذا الضريحين، حصلت فتنة طائفية كبيرة في العراق. الموضوع بس أنا بدي نقطة أنت مرت عليك وما حكيتها بس مشان ما ياخذوها عليك. ميشيل كيلو المسيحي يقول لو أخذنا، يعني يقول لك إنه هذا النظام بالرغم من كل كلامه عن العلمانية، بقول لك في خطابه الأول في الخطاب أحد الخطاب ذكر كلمة طائفية قائد الدولة 20 مرة بخطاب واحد. طب عندما نجد مدينة مثل حمص اللي هي ثلث سوريا، محافظة حمص ثلث سوريا، عندما نرى أن 800 ألف سني هجر وبقي من؟ العلويين. طيب هذا طائفي ولا مش طائفي؟ بس جاوب لي اياه. بس هذه شو جاوبه؟ هو اصل الموضوع. ليش 800,000 يروحوا سنيين؟ حبيبي اول شيء احصائيتك من جبتها، ثاني شيء الجيش السوري الان اللي قاتل كل علويين. الجيش السوري لا ما اجاوبك على اللي انا اريد اجاوبه. الجيش السوري نصه او 3/4 من اخواننا السنه. وهنالك علويين، لا تقاطعنا من رخصتك، من يجي دورك احكي. لذلك هذا التجيش وهذا تسيير الحوار بهذه الطريقه والتأجيج بهذه الطريقه، شيعي سني، لا احد منتصر في هذه المعركه، لا الشيعي منتصر ولا السني منتصر. سحبوا بس دقيقه، اصحاب ابو الفضل العباس وحزب الله ولن صافحك انت وياهم حبيبي. سحبوا. انت بعيد عن الواقع السوري. لا مش واقع. انت بعيد عن الواقع السوري. هو حق اول شيء مشاركه اسمعني، مشاركه حزب الله اول شيء باعداد قليله جدا لا تتجاوز ال 50,000 وال20,000 جندي العراقي اللي موجودين على الحدود السوريه الان. العراقي موجود على الحدود العراقيه السوريه لتطهير صحراء الانبار من التكفيريين والقتله. هنالك خلاف كبير. بكره بتلاقيكم بحمص والله. لا ما نتدخل احنا الحمد لله، اللي بسوريا يكفون. هنالك خلاف كبير بين الظواهري وبين دولة العراق الإسلامية وبين المسؤول عنهم سوريا. لذلك التضييق عليهم في سوريا سوف يأتي نقطة في غاية الأهمية. بس أكمل. سوف يضطرون إلى المجيء إلى العراق. لذلك العراق نقل جيوش على الحدود من أجل أن لا يأتوا هذه الفيروسات إلى العراق وقتل العراق. بس بدي أسألك سؤال وصلني كثيرا، يقولون إن المالكي يجمع المجد من طرفيه،
من جهة ممانعة ومقاومة ومن جهة عميل أمريكي، كيف ظابطة بالله؟ لا ليس عميل، وإنما نحن في العراق استطعنا أن نقيم علاقة جيدة مع الأمريكان من خلال أمر واقع موجود أمريكي، ومن خلال علاقة جيدة مع إيران، ويطمح العراق أن تكون علاقته جيدة مع السعودية ومع قطر، ولكن موقف هذه الدول الطائفي جعلهم يستضيفون طارق الهاشمي ويستضيفون الآخرين. نعم. يعني طيب إذا كيف تنظر إلى هذا التحشيد الطائفي من الطرف الآخر؟ هل من حق علماء المسلمين والشارع أن يجيش أيضا ضد الطرف الآخر؟ لماذا لا تنتقد هؤلاء أيضا؟ هل من حقهم أن يستنفروا الشارع؟ أقول لك باختصار دعني أقول لك، من دخل إلى سوريا نصرة لصواريخ آل الأسد ولمملكة آل الأسد وحكومة آل الأسد التي لا تمثل لا مشروعا دينيا وليست إسلامية في الأساس، ولا تمشع مشروعا قوميا أو تحرريا ولا علاقة لها في الجولان. من دخل إلى سوريا بدون أن يدافع عن مشروع إسلامي أو مشروع قومي أو مشروع تحرري إنما دخل غازيا ومحتلا، وبالتالي استخدم دعواه التاريخية واستحضر ذاكرة التاريخ المليئة بالمآسي والمليئة بالدراما والفجائع. أستاذ فيصل، معلومة تفيدك. بس مش عايز تفيدك، صدقني تفيدك. مش عايز معلومات. باختصار، هؤلاء الذين استخدموا كما فعل الصليبيون عندما ادعوا أن بيت المقدس لهم فقاموا بحروب صليبية وجاءوا. عندما يعني إيران وحزب الله مثل الصليبيين. نعم، عندما ادعى آية الله الخميني البائد، عندما ادعى أن قم وكربلاء والنجف وكربلاء هي أماكن شيعية تعود بأثر عكسي إلى إشراف الثورة الإسلامية الإيرانية ما دامت قامت، والنجف وكربلاء هي من جايب هذا الكلام؟ لماذا عندما غزت الفكرة اللي تريد توصلها شو؟ الفكرة اللي تريد توصلها شو؟ شو الفكرة؟ أريد أفهم الفكرة. ماكو الفكرة. وين الفكرة؟ وين الفكرة؟ كل مرة تقول لي تدخل. اسكت. ما خليك اسكت. أول شيء لا تقول يا سيدي بدون شخصية. لا تقول ولك. احترم الحوار. احترم الحوار. احترم الحوار. اوكي. دخل الخميني على كربلاء وقام ثورة وظلت ثورة رجل إسرائيلي من العراق والشيعة 10 سنوات من أجل أن يسيطروا على النجف وكربلاء. هل قاومهم العراقيون أم لا؟ قاومهم العراقيون. ماذا تريد أن تقول؟ إذا جاءوا إلى هنا تحت دعوة المطالبة بمواقع شيعية وغيرها، أقول لك الموارنة في لبنان لهم منطقة براد والبطريرك أو بس جاوبني على شربل الذي كان يحج له المسيحيون موجودة في حلب. بكرة يخرج الكاثوليك ويخرج الموارنة ويقول لنا مقدسات في حلب. على السؤال، نريد أن نذهب إلى حلب لاستعادتها. جاوبني على السؤال. صير ليست مبررا، إنها قطعة من جغرافيا سوريا. خلص. طيب بس بدي اسال ومواطني بس ما جاوبتني على سؤالي سيدي. تفضل. هذا الحكي كله ما جاوبك. بجمله واحده. شو هي؟ سالتك عن المؤتمرات التحشيديه ضد الشيعة. انا اقول لك باختصار. انا اقول لك كل من جاء من قطب بقاع الارض جاء متطوعا بمفرده، لم ترسله دولته ولم وجاء تهريبا وجاء متخفيا كشخص كفرد لا يترتب على مجيئه او عدم مجيئه شيء. بينما الذين جاءوا من العراق جاءوا بإشراف المالكي الذي حشد لهم إعلاميا وحشد لهم جيشا على الحدود، والذين جاءوا من لبنان حشدت لهم إيران وحشد لهم حزب الله، حشدت لهم دول على أساس أما ليقاتلوا السنة. أما أولئك المتطوعون الذين من الشيشان وغيرها جاءوا أفرادا. وبالتالي من يأتي كدولة يأتي غازيا، أما من يأتي فردا يأتي متطوعا. هذا الفرق بين هذا كيف ترد عليه؟ هؤلاء وهؤلاء. كيف ترد عليه؟ هذا الفرق. هذا الفرق. انتهى لحظة خلاص. لنتوقف عن التزييف لنصحح التاريخ. قوم اوقف تفيدك الحركات. اسكت. ماذا تفيدك؟ لا تضيع وقتك. لا تضحكنا. لا، الموضوع جدي، لا تضحكنا. قوم اوقف. لسنا في الوضع. إلك تفضل. الموضوع عندما اجتمع يوم امس
علماء الناتو جميل. أيوة. وصرحوا وتفاجئ، فرحنا، اجتمعوا في ملعب وأصدروا فتوى الجهاد وأعلنوا الجهاد، فرحنا، تصورنا أنه قضية فلسطين انحلت، لأن هؤلاء نائمون لا يسمعون بفلسطين أبدا. لم يعلنوا الجهاد وقضية محمد الدرة هاي واضحة، ما أتصور هاي على الضمير القومي والعربي والإسلامي ينسى محمد الدرة. طيب. ما استشعره عندما قتل آلاف ومئات آلاف المسلمين في بورما، لا يوجد لهم أي كلام وأي خطاب. ذهبتم بلا متلومة لا تقاطعني عند هؤلاء، ذهبتم لنصرة هؤلاء. ذهبنا قاتلنا بالبوسنة والهرسك، ذهب إلى هناك. لا تقاطعني، ذهبنا قاتلنا بالبوسنة والهرسك، وذهبنا قاتلنا في بلاد المسلمين دون ضجيج طائفي ودون استعراض طائفي. نحن الأمريكان ومن جاءوا على دباباتهم لا يقاتلون في أي مكان من أجل شرف أو حرية أو كرامة. أنت أصدقاء منه أصدقاء منه أنت، أصدقاء منه أنتم، أصدقاء الصهيونية، أصدقاء الصهيونية أنتم. بس شو موضوعنا؟ من قال لك ذلك؟ أنا قال لك، لأن المشروع السائرين به هو المشروع الصهيوني. موضوعك أهم. لذلك علماء السوء علماء الناتو عندما جلسوا، علماء الناتو بمجيء الدبابات الأمريكية، هم علماء الناتو، هم علماء الناتو مو علماءنا. لا مو شيعتنا. من دخلت قوات الاحتلال دخلت من أين؟ هو الذي تعرف أمريكا. من دخلت من دولكم. أمريكا ترى حزب الله. ما قاطعك، ما خليك تتكلم، الدور إلي. فلذلك هؤلاء علماء السوء عندما ذبح المسلمون هذا علماء شوكة بعيونكم، قادتنا شوكة بعيونكم، لأنهم حاربوا الصهيونية، حاربوا المشروع التكفيري، حاربوا التكفير في العالم، لأن تشويه الإسلام بالتكفير. علماءنا من قياداتنا بالنجف وقياداتنا بإيران وقياداتنا بلبنان، السيد حسن نصر الله، هم رمز أذلوا بتاريخنا المعاصر. لا يوجد أحد أبكى الصهيوني غير سيد حسن نصر الله، فلذلك هنالك ثارات عندكم مع سيد حسن نصر الله. هؤلاء علماء، هؤلاء خلنا نكمل رفيق الحريري هذا مشروعكم. ونطالبه بجورج حاوي. علماء السوء. خلنا نكمل ولك الوقت. خلنا نكمل ولك الوقت. شو اتفقنا وياك سيد حبيب؟ خلنا نكمل ولك الوقت. اتفقنا انه بدون مقاطعة رجاء، خليك قرب. فلذلك يوم أمس والأيام الماضية عندما أصدروا فتاوى علماء الناتو، أحدهم بعد الفتوى لم يرسل ولده إلى القتال في سوريا ولم يذهب، بل ذهب إلى لندن. جميل. إلى لندن. طيب. وأحدهم في مزرعة الخيل، وأحدهم، هذول كذابين. هؤلاء هم أصحاب مشروع، لأنهم لو في بلادهم العرفي هو عالم دين سعودي. لماذا تسمي اسماء؟ لا، لأن دول يضحكون على الأمة، دول يسرقون أموال الناس، يحرضون على القتل، يحرضون على الطائفية. هؤلاء علماء الفيسبوك وتويتر وعقود الإعلام في التلفزيونات، كل واحد متعاقد مع فضائية من أجل أن يروج لهذا المشروع. لذلك يا إخوان علينا أن نخرج من هذا التحريض الطائفي. التحريض الطائفي ليس في صالح أي أمة. الأمة الإسلامية في خطر. خليك دقيقة. هذا الكلام الرجل يقول لك كيف تجهض ثورة؟ اقلبها صراعا طائفيا فيهزم الجميع وليس أنت وحدك. إذا البعض يقول هذا الخطاب يسعد النظام السوري، يسعد كل الذين يريدون أن يحولوا الثورة السورية الطاهرة المباركة كما يسميها أصحابها إلى ثورة مذهبية. الآن مبسوطون جدا لأنهم يريدونها كما قالوا من الأصل. يعني أنتم وقعتم في شرك إيران والنظام السوري الذي يريد أصلا تحويل الثورة إلى طائفية. قالوها من اليوم الأول. بثينة شعبان متذكرة شو قالت؟ هيك بيقولوا لك، كيف ترد عليها؟ قالت وقالوا عن مزارات سوريا، وقالوا وأحرقوا مزاراتهم وادعوا أن السنة حرقوها وهم لم يحرقوا شيء. وأنا قلت وأكرر أن سنيا واحدا أو مسيحيا واحدا لن يقتل في قريته أو مزرعته حتى الآن. واللي انخطفوا أشهد الله على ذلك. الشيخ صبحي الطفيلي المؤسس الثاني لحزب الله في حلقات متعددة يقول أن حزب الله أعاد فتنة الحسين، وأن حزب الله أعاد الفتنة الطائفية وفكك تاريخنا من جديد، ولقد خسرنا كثيرا ودفعنا كثيرا، ولقد ذهب حزب الله
إلى التهلكة ما دام ينفذ المشروع الإيراني. والجميع سمع حلقات حزب الله امبارح. الدكتور أحمد أيضا أحمد الأسعد، مظاهرات أحمد الأسعد الحزب العدالة في جنوب لبنان الذين جاءوا يتظاهرون أمام السفارة الإيرانية، خرج عليهم عصابات حزب الله بالعصي والقتل والضرب. ماذا تريد أن تقول؟ أقول أن حزب الله عصابة، أن حزب الله هو الفرقة الأجنبية في الحرس الثوري، أنهم دعاة الطائفية والقتل والتكفير، أنهم هم الذين ادعوا بالحسين والحسين بريء منهم، ومن حق المؤمن أن تقول، الذين صمتوا على قتلهم لعلي بن أبي طالب، ولذلك يتحدثون عن الحسين لأن قاتله أموي أسسوا للفتنة وتابعوها وهم يتابعوها. وأنا أقول إذا لم يكونوا كذلك بعد 1000 تفصيل وتفصيل فليتفضلوا إلى الجولان وليقيموا تحالفا في الجولان. وقف شوي. وليقاتلوا اليهودي وليس السوري السني. وقف شوي. عندها نقول أنهم ليسوا طائفيين. طيب. وليس هناك أبو الفضل، وليس هناك نصر الله، وليس هناك عصابات الحسين، سننفي كل ذلك عندما يذهبون إلى الجولان. طيب جميل جدا. وقف شوي. أما بعد السكود والدبابات وجاءوا يؤيدونها ولا يترحمون على شهدائنا ويؤيدون المخابرات والشبيحة انتهى الوقت والعصابات. بس خليني أسأل سيدي باختصار شديد، الوقت انتهى. طيب بسألك سؤال بسيط، إذا أنتم تنفون أن لديكم مشروعا طائفيا مذهبيا في المنطقة يمتد من قم إلى الحوثيين إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى هذا الكلام كما يقولون، طيب كيف تفسر لي أن إيران تريد إيران وحزب الله يدعمون الثورة في البحرين ويقتلون الشعب السوري الثائر في سوريا؟ لأنه هذا شيعي بالبحرين وهذاك سني. والأمر الآخر يسألوه الكثيرون، ثوار البحرين بين قوسين ضد الثورة في سوريا، تصور يعني ليش؟ لأنه الثورة في سوريا ضد الشيعة. لا. طيب كل هذا الكلام أما بدوا الثورة في البحرين ضد السنة. أستاذ فيصل، كيف تقول لهم؟ معلوماتك ومعلومات الأستاذ جزء كبير من عندها خطأ. شباب البحرين هم مع الثورة طائفيين بالدرجة الأولى، هيك بقولوا. مع الثورة ولا مع الثورة السورية. ونحن مع الثورة في سوريا، ولكن ليس مع القتلة، وليس مع جبهة النصرة، وليس مع قطع الرؤوس، وليس مع التحريض الطائفي. كل احنا بالأيام الأولى نزلنا بالشوارع مع ثورة مصر ومع ثورة تونس ومع ثورة اليمن ومع ثورة البحرين. هنا بدأ الفصل، أن ثورة البحرين تحولت إلى طائفية عندما أرسل ووقفت دول الخليج مع هذه الثورة الطائفية، مع الثورة في البحرين. بس بدي منك جملة واحدة باختصار، وإلك الكلمة الأخيرة. ماذا تقول في نهاية البرنامج بربع دقيقة الكلمة الأخيرة للأستاذ باختصار؟ ماذا تقول البعض يقول ليس هناك صراع سني شيعي، السنة ليسوا طائفة، هم الأمة. صح. باختصار صح. طيب بس باختصار شديد، ماذا تقول للشعب العربي للشعوب الإسلامية على هذا الغزو الشيعي لسوريا كما يقولون؟ أنا أقول إذا لم يكونوا أصحاب مشروع صفوي تشييعي طائفي فليرتدوا بسلاحهم إلى الجولان. خلاص انتهى الوقت. أنا أقول هنالك مشروعين، مشروع صهيوني ومشروع آخر مقاوم، فعلى المشاهد العربي والمسلم أن يختار، أما أن يكون مع المشروع الصهيوني أو مع المشروع المقاوم. المشروع المقاوم هو تدمير كل البلاد العربية، كما دمروا العراق وكما دمروا سوريا وكما يدمرون مصر الآن. هذا المعتوه الرئيس المصري يحاول تدمير مصر. غزة محاصرة وهو يتكلم ويتهم الآخرين. خلاص نحن أمام مشروع الصهيوني أنتم معه. الحسين لكل المسلمين، الحسين لكل المسلمين، الحسين